لهدف العزلة والتجريد على القائد منذ أكثر من 25 عاماً، والتي بدأت بالمؤامرة الدولية في 9 تشرين الأول 1998 والمستمرة حتى يومنا هذا، ودخلت عامها 26. الهدف من هذه المؤامرة هو كسر إرادة الشعب الكردي وغيره من الشعوب وإبادته، وتوسيع الحرب على قوات الكاريلا والحرب على جنوب كردستان والاعتداءات المتكررة اليومية على ثورة رجابات.